كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن السبب الغير معلن وراء استدعاء زعيم جماعة الحوثي العديد من القيادات التابعة للجماعة بصنعاء إلى الصعدة المعقل الرئيسي للحوثيين. وأكدت المصادر لنا أن زعيم جماعة الحوثي استدعى العديد من قيادات الصف الأول بالجماعة المقيمين بصنعاء للحضور إلى مسقط رأسه بمنطقة موران التابعة لمديرية حيدان بالصعدة بسبب تصاعد التداعيات الناجمة عن صراعات محتدمة بين قيادات الصف الأول حول مصالح مالية وتجارية، وهو ما تسبب في بعض الحالات إلى اشتباكات ومواجهات مسلحة، إلى جانب تورط قيادات حوثية نافذة في صفقات مشبوهة من قبيل فضيحة تسريب الشحنة من مبيد كيميائي محظور دوليا، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع غير مسبوق لحالات الإصابة بالأورام السرطانية. وأشارت المصادر إلى أن عدد من القيادات التي تم استدعائها من قبل زعيم جماعة الحوثي عادت لصنعاء، فيما خضعت قيادات أخرى للاحتجاز القسري بتوجيهات مباشرة من الحوثي. وكان النائب في برلمان صنعاء عبد بشر قد أكد في منشور سابق له استدعاء تم قبل أيام لمعظم قيادات ومسؤولي سلطة صنعاء الانقلابية إلى محافظة صعدة معقل الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي، وبقاء العديد منهم هنالك حتى الآن، متسائلا ما إذا كان سبب استدعائهم لمحاسبتهم عما اقترفوه أم لإعادة إنتاج الظلم والفساد. ونتابع: قوات عسكرية تسيطر على جبهات هذه المحافظة التابعة للانتقالي. انتشرت قوات درع الوطن اليوم على كامل الشريط الحدودي المتاخم لمديرية طور الباحة بمحافظة لحج، وتمت صباح اليوم عملية الاستلام والتسليم بين اللواء الرابع حزم وقوات درع الوطن بجبهتي ريم وحيفان. ويشكل الشريط الحدودي مع ميليشيات الحوثي مساحة كبيرة تمتد مع القبيطة شرقا إلى المقاطرة غربا، وتعتبر مسرح عمليات تشهد بين الفين والأخرى أو الحين والآخر اشتباكات ومواجهات مع ميليشيات الحوثي. ونتابع: أثار منشور أسماء ابنة القيادي في حزب الإصلاح الإخواني عبد المجيد السداني نشرته على حسابها اليوم سخرية اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تحدثت عن قصة والدها وعشقه لشخصية طرزان الكرتونية. وقالت أسماء الزندانية المقيمة في تركيا أن والدها كان قد قال لها أنه عندما كان صغيرا كان حلمه الوحيد أن يصبح طرزان،